ماتش بنفيكا وبوكا جونيورز واحده من الماتشات اللي كان فيها احداث كتيره جدا. اهلا بيكم في حواري العالم. بنفيكا وبوكا جونيورز قدموا ماتش كبير جدا والماتش خلص 2-2. ماتش كان مليان احداث قويه جدا بين الفرقتين. البوكا كان كسبان 2-0، جول لمرينتايل وجول لباتاجالايا، ويا رب اكون بنطق اساميهم صح. وقبل ما الشوط الاولاني ما يخلص اوتاميندي جاب ضربه جزاء وسجلها دي ماريا. صراحه الراجل طلع محترم وما احتفلش قدامهم. وفي الشوط الثاني اوتاميندي قدر ان هو يسجل الهدف الثاني، بس ده بصراحه كان مستفز واستفز لعيبه بوكا جونيورز والجمهور. والمفارقه العجيبه اللي جايبين الجولين دول هم لعيبه اصلا بتلعب في منتخب الارجنتين زي اوتاميندي ودي ماريا، وشكلهم كده مش هيعتبروا الارجنتين تاني، خصوصا اوتاميندي اللي استفز الجمهور. الماتش ده حصل فيه 3 حالات طرد، 2 لبوكا جونيورز وواحده لبنفيكا. اندري هيريرا لعيب بوكا جونيورز ولعيب مانشستر يونايتد السابق اتطرد وهو على الدكه بعد ما اتخانق وكان عايز يمسك في زماره رقبه الحكم. وفي جال لعيب بوكا جونيورز اتطرد بعد ما تدخل عنيف جدا على لعيب بنفيكا، واللي اتطرد من بنفيكا هو بيلوتي اللعيب الايطالي. الراجل نزل من على الدكه وتدخل عنيف جدا على لعيب بوكا جونيورز، تقريبا كان بيعمل فيه فينش شيمس. والحمد لله الماتش ده ما حدش خرج منه مقتول نهائي. ماتش ممتع ويا بخت اللي شافه. لو عايز تتابع كل احداث كاس العالم اعمل لايك وفولو عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا من خدها.